اهلا بيكم في قناة بصبص والمطبخ. النهاردة هعمل معاكم كنافة صيامي بطريقة سهلة خالص، وتطلع معاكي مقرمشة ولونها ذهبي زي ما انت شايفاها كده. والشربات بتاعها هيكون مظبوط جدا، ولا هي مسكرة قوي ولا هي يعني مسخة. زي ما انتم شايفين مقرمشة وسايبة الجوانب بتاعتها خالص ومتماسكة وحلوة قوي. لو انتي الكنافة بتبوظ منك او بتطلع منك طرية قلبها من جوه، تعالي بقى خشي معايا كده جوه الفيديو واعرفي كل التفاصيل عشان تطلعي الكنافة زي المحلات بالظبط. شايفين شكلها تجنن بجد. اول حاجة عشان تطلعي الكنافة تكون متماسكة معاكي و وتاخد منك السمنة كده وتبقى مفرفطة وحلوة، لازم ان انتي تجيبي الكنافة قبلها بليلة وتحطيها في بكيسها كده في الفريزر. وبعد كده بتطلعيها في طبق كده يكون واسع، وتبدأي ان انتي تكسري فيها. ده بيكون اسهل من ان انتي تجيبيها طازة وتبقى طرية وتيجي تعمليها تقطعيها عشان تعمليها، فقلبها بيكون عجين او طري فبتبقى طرية من جوه. لكن لما بتجيبيها وتحطيها كده في الفريزر بتبقى سهلة ان انت تكسريها كده بايدك وتفرفطيها كويس. ولو عندك كبة ممكن تقدري ان انت تحطيها في كبة، بس انا حبيت ان انا اعملها معاكم من غير الكبة خالص. انا كنت عملتها قبل كده معاكم ان انا احط الحتت منها كده وافرمها في الكبة، بس حبيت ان انا اوريكي ان انت بايديكي بصي بتنزل معاكي بكل سهولة بالراحة جدا. بتقدري تكسريها بايدك، ما بتاخدش منك ولا وقت ولا مجهود، وهي ساقعه كده تطلعيها من الفريزر تبداي تكسري فيها، ما تسيبهاش لغايه ما تفك خالص وترجع تاني تبقى طريه. كل ما انت بتكسريها وهي متلجه كده بتكون طعما احلى، كمان بتاخد منك السمنه وتبقى حلوه قوي. شايفين انا خليتها عامله ازاي؟ ولو انت عايزه تخليها فطاري، هو الفرق الوحيد هي كوبايه السمنه. فلو عايزه تعمليها فطاري هتعمليها بنفس الطريقه دي، وهتحطي بقى سمنه بلدي، هتحطي سمنه خليط، هتحطي اللي انت عايزاه. لكن انا هنا عاملاها بسمنه نباتي، وتقدري كمان تعمليها بزيت لو عندك زيت كريستال، عباد شمس او زيت يكون نوعه نضيف وما يكونش ليه ريحه خالص. لو انت مش عايزه تستخدمي سمنه، دي كوبايه سمنه نباتي، اي نوع سمنه. انا كنت مسيحاها وضفتها على الكنافة، هي كانت سخنة شوية يعني، دفيت كده مني سنة، عشان كده اول ما حطيتها تحس انها كأنها بتفور. بس طبعا كده كده الكنافة ساقعة فبتبردها بسرعة. هبتدي بقى ان انا اشرب الكنافة من كوباية السمنة دي كويس جدا. طيب انا نسيت اقول لكم ان الصينية بتاخد نص كيلو كنافة، يعني انتي نص كيلو كنافة هياخد منك معلقة سكر او معلقتين سكر الاول، زي ما انا كنت حطيتهم كده بس كنت بتكلم معاكم. وبعد كده بتروحي حاطة كوباية سمنة. نص كيلو كنافة بياخد كوباية سمنة. تقدري تخليها سمنة على زيت مفيش مشكلة، تقدري تخليها زبدة مفيش برضو مشكلة يعني. آه، دي بقى حرية اختيار في الطعم اللي انت عايزاه. ببتدي بقى ان انا فرفطها كده كويس قوي واشربها من السمنة، واجيب كده الجزء اللي من تحت عشان ما بيبقوش طايله كده، واقلبها كويس لغاية ما اتأكد ان كلها اتغلفت كويس قوي من السمنة. هجيب بقى صينية علشان احط فيها الكنافة. دي صينية اللي هي بتاعت البسبوسة والكلام دوا. المقاس بتاعها هنا 30، اللي هي بتكون وسط بيكون مقاسها 30، الأخيرة بتكون مقاسها 35. فاديتها كده مسحة بسيطة من السمنة، وهبتدي ان انا احط نص الكنافة. هحط نص الكمية وهبتدي ان انا افردها الاول افرد ان انا اغلف كده نص الصينية، يعني القاع بتاع الصينية اغلفه كويس. اول هوزعها كده عشان اتأكد ان كلها واخدة كنافة في زي بعضها. ببتدي اوزع الاول كده بايديا، معلش الكنافة بقى ما ينفعش تتعمل غير بالايد كده. وبعدين ببطن ايدك بتفضلي ان انت تكبسيها كويس قوي. ده بقى اللي بيخليها مقرمشة من جوه
وكمان يعني لما تيجي تقطعيها ما تطلعش من بعضها، بتكون متماسكة وحلوة قوي. ولو انت مش قادرة ان انت تدوسي ببطن ايدك، تقدري تجيبي صينية اصغر، المقاس الاصغر منها، وبتحطيها وتضغطي بيها، فبتكون متساوية وحلوة قوي برضو. ابتديت خلصت كده سويتها، وابتديت حطيت، كان عندي شوية سوداني كده مفرومين، حطيتهم. تقدري تعملي اللي هي القشطة اللي هي المهلبية باللبن، تقدري تحطي زبيب، تقدري تحطي الحشوة اللي انت عايزاها. بس انا ايه يعني ولادي بيحبوا السوداني، بس يعني يبقى سوداني خفيف كمان، فتقدري تحطي اللي انت عايزاه. ابتديت بقى اوزع باقي الكنافة اللي كانت عندي في الطبق. الاول هوزع على كله، الاول مش هكبس الاول، هبتدي اوزع اغطي كل السوداني علشان ما تتحرقش لو في سوداني طالع على الوش. وبحطها في الفرن طبعا هيتحرق. فانا بوزع كده الاول الكنافه، وباخد طبعا كل اللي في الطبق، وبعد كده ببتدي ان انا اكبسها كويس واسويها تبقى كلها سوا واحد. وطبعا اثناء ما انا بعمل الكنافه بكون مشغله الفرن ومعليها على اعلى درجه، بحيث ان انا ما ادخل الكنافه ما تدخلش على نار هاديه وتقعد تطول كتير وتنشف. فبكون يعني معليه الفرن عقبال ما انا ابتدي ان انا ابس الكنافه كده بالسمنة واغلفها وارصها. يعني حوالي ال10 دقايق دول تكون الفرن سخنة وتمام. خلاص انا كده سويتها، ببتدي بقى ان انا اكبسها كويس، واي اطراف طالعة لفوق ببتدي ان انا اضغط عليها لتحت كده علشان الحروف ما تبقاش محروقة، وتبقى كلها لون واحد وسوا واحد. وده بيفرق قوي في الكنافة بالذات في الفرن، ان لو جنب اعلى من جنب هتلاقي جنب احمر معاكي وجنب لأ، او هتلاقيها الحروف بتاعتها يعني اتحرقت، ومن جوه لونها لسه ما خدش لون. فحاولي بصوابعك كده ان انتي تضغطي على الاطراف علشان يبقى كلها لون واحد والحروف ما تغمقش. شايفين بقى؟ خلاص انا كده سويتها كويس جدا جدا. وده كده شكلها بعد ما غلفتها ومكبوسة حلو جدا. دي اهم خطوة ان انت تكبسيها كويس. خلاص انا كده دخلتها اهو الفرن، مشغلة عليها من تحت بس. لو انت عندك الفرن بتشغل من فوق ومن تحت تقدري تشغلي عليها من فوق وتحت. انا بشغل من تحت الاول، وبعد كده اخر 10 دقايق بشغل من فوق علشان تاخد لون، وبهدي عليها النار عشان تاخد اللون الذهبي الحلو ده على مهلها. ودي كان فرن كهربا يعني، بس عادي ان انت تسويها في فرن بوتاجاز. اول ما بتطلع وبتاخد اللون المقرمش ده، شايفين بقى ان هي سابت الجوانب خالص. بكون مجهزة شربات تقيل. الشربات التقيل بيكون كوبايتين سكر، وعليهم كوباية مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا صغيرة، وبتسيبيهم على البوتاجاز 10 دقايق بالظبط. لو الشربات ده زودتي عليه عن 10 دقايق بيمسك، ولما تيجي تحطيه على الكنافة تبقى ناشفة. لو سبتيه اقل من ال10 دقايق وتيجي تسقي بيه الكنافة بيكون مية زي بتاع البسبوسة، فما بتحطيه على الكنافة بتطرى. فالوقت بالظبط بتاعه على البوتاجاز، اظبطي الواتش بتاعة الموبايل على 10 دقايق بالظبط، وبتسيبيه على نار عالية 10 دقايق بالظبط وتطفي عليه. وطبعا بيكون الشربات بارد، والكنافة وهي لسه طالعة سخنة زي ما انتوا شايفينها كده بتبقلل وانا بحط الشربات، وكانت بتطلع بخار. تبدأي ان انتي تسقي الكنافة بالشربات ده. هو المقدار ده مظبوط جدا ان هو يسقيلك الكنافة نص كيلو. كوبايتين سكر على كوباية مية على نص ليمونة على معلقة فانيليا صغيرة، وبتسيبيهم يغلوا ال10 دقايق وتطفي عليه ويكون بارد. اما تيجي تسقيلي الكنافة ممكن تعمليه قبلها بيوم عادي وتسيبيه في التلاجة ويكون بارد. شايفين بقى هي شربت كل الشربات ازاي، ولونها تحفة جدا. بصوا مفيش شربات خالص، هي اتشربت المقدار وتمام، ومقرمشة جدا جدا. شكلها بجد تفتح النفس، وطريقتها سهلة خالص للناس اللي بتبوظ منهم دايما الكنافة، يقولوا بتطلع معانا محجرة، بتطلع معانا طرية، الشربات بيبوظ.
عمر ما الشربات هيبوظ منك ولا طريقتها هتبقى صعبة عليكي بعد ما تشوفي الفيديو ده. وياريت بقى لايك كتير للكنافة يا حلوين.